تعالوا كده نتخيل بنت مولودة في أول 1907، وغير كده كمان هي مولودة في بيئة محافظة، يعني البنت آخرها لبيتها وجوزها وعيالها. حتى لو اتعلمت برضو آخرها لبيتها وجوزها وعيالها. هي بقى عندها حلم تاني، مش حلم الخلفة ولا الجواز وهكذا، لا عندها حلم إن هي تكون كابتن طيار. بس ده مختلف تماما عن قواعد وتقاليد المجتمع اللي هي موجودة فيه، المحافظ. هل هي بقى هتقدر إن هي تحقق حلمها؟ طب افرضنا ان هي قدرت ان هي تحقق حلمها، هل هتقدر توصل ان هي تتدرب اساسا؟ دي بقى قصة انسان، قصة لطفية النادي اللي هي اول كابتن طيار في مصر، مش بس في مصر، في العالم العربي وفي الشرق الاوسط، وهي تاني كابتن طيار بعد الكابتن طيار الامريكية. قبل بقى ما نعرف قصة حياة لطفية النادي، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. غير كده يا ريت تدعمونا بلايك وتكتبوا التعليق علشان نعرف ايه رأيكم في الحلقة، وعايزين نعمل شخصيات عن مين كمان. يوم 29 أكتوبر 1907 اتولدت بنت اسمها لطفية النادي لعيلة متوسطة. الأب كان شغال في مطبعة أميرية، والأم كانت زي أي أم في الفترة دي بتشتغل ربة منزل، بس كان عندها حلم إن تكون لطفية حياتها ترسمها زي ما هي عايزة، مش زي ما أي حد عايز. لما بدأت لطفية النادي تكبر، الأب كان مقتنع بأن البنت ملهاش غير المدرسة الابتدائية علشان بس القراية والكتابة، لكن بعد كده هتكون لبيتها وجوزها. لكن الأم كانت مقتنعة بأن لازم البنت تتعلم. أمال مين اللي هيربي الجيل الجديد؟ مين اللي هيربي العيال؟ مين اللي هيعلم فيهم القيم الكويسة؟ مين اللي هيصبر عليهم؟ الصبر ده بيجي بالتعليم، لان هي بتكون فاهمه الاطفال كويس لان هي متعلمه. المهم بعد معافره كتير جدا من امها دخلت المدرسه، ودي طبعا كانت ميزه على عكس بنات كتيره قوي في الوقت ده. لطفيه من ساعه ما دخلت المدرسه كانت دايما بتحلم ان هي تكون زي ايميلي، كانت اول كابتن طيار امريكيه واول كابتن طيار في العالم كله. كانت حابه ان هي تكون حره وهي وسط السماء وهي وسط الهواء، مفيش اي قيود بتحكمها. وده فعلا هيظهر في حياة لطفية كتير جدا. من ابرز الحاجات ان هي هترفض الجواز علشان ان هي تعيش لنفسها وبس، لغاية 2002. في سنة 1930 مصر كانت بتستعد ان هي تبني مطار وقاعدة جوية في ألماظة، وبعد سنتين يعني في 1932 اتبنت القاعدة الجوية والمطار، وكمان اتبنت مدرسة لتعليم الرجالة علشان يكونوا طيب. وطبعا لما لطفية عرفت راحت لأبوها وقالت له أنا عايزة أكون في المدرسة دي، بس هو رفض بحجة ان هي مدرسة للرجالة بس مش للبنات. هي لما شافت ان هي للرجالة بس مش للبنات، شافت ان دي الحجة اللي هو بيرفض بيها، فكانت عايزة ان هي تكسرها علشان تحقق حلمها. في الوقت ده كانت الصحافة كانت عاملة زي دلوقتي زي السوشيال ميديا، كان ممكن اللي بيعاني من مشكلة مثلا يروح لصحفي علشان يساعده، ممكن يوصله لأي حاجة بحيث ان هي تساعده. وهنا لطفية راحت للصحفي اسمه أحمد الصاوي اللي كان بيكتب عمود اسمه ما قل ودل في جريدة الأهرام، وقالت له على القصة وان ابوها رافض وان هي معاش فلوس وعايزاه يساعدها. قال لها بس انتي صغيرة جدا ولازم موافقة اهلك على الحكاية دي. راحت على طول جابت مامتها، وراحت امها قالت له ان هي فعلا عايزة بنتها تتعلم وعايزة ان هي تحقق حلمها وترسم حياتها بايديها، بس هي معهاش فلوس للدراسة. المهم الموضوع ما توفقش. بعد كده فضلت لطفية تخبط على كل الابواب اللي ممكن تساعدها ان هي توصل لحلمها، وفعلا راحت لواحد اسمه كمال علوي. كمال علوي ده كان اول واحد في مصر يشتري طيارة، وكمان اول واحد في مصر ان هو يطير بالطيارة بتاعته، وكان شغال في المدرسة بتاعة الطيران. راحت له وقالت له على حكايتها، وقالت له ان هي نفسها ان هي تكون كابتن طيار، بس هي معهاش فلوس وابوها رافض كمان. كمال علوي شاف ان لطفية هتكون دعاية كويسة جدا للمدرسة لما فعلا تكون كابتن طيار وتكون ناجحة. الصحافة هتيجي وتسأل ازاي البنت دي قدرت ان هي تكسر القاعدة ان هما رجالة بس وهي بنت بتتعلم في المدرسة. هيلاقوا ان المدرسة هي اللي ساعدتها علشان توصل لحلمها، وهنا هتكون دعاية كويسة جدا للمدرسة. وفي نفس الوقت هو كان شايف في عين لطفية النادي إرادة والإصرار ان هي تحقق الحلم اللي هي عايزاه. قال لها خلاص انت هتشتغلي سكرتيرة وعاملة تليفون وهتتدربي مرتين في الأسبوع. هي كده قدام أبوها هي شغالة سكرتيرة في المدرسة وما يعرفش أي حاجة عن التدريب بتاعها. بدأت فعلا ان هي تتعلم في المدرسة،
وكان زمايلها الرجالة كانوا بيحترموها جدا، لان هما كانوا شايفين فيها ان هي اكتر واحدة فيهم قدرت ان هي توصل لحلمها. لا ومش بس كده، عندها اصرار وعزيمة ان هي توصل ليه كمان، بان هي بتشتغل وكمان بتتعلم، فكانوا بيحترموها. وكانت لطفية بتتعلم على ايد مدرسين، مدرس فرنساوي ومدرس انجليزي. المدرس الفرنساوي كان اسمه كارول. كانت بتقول ان هو كان دايما بيخاف عليها جدا وكان بيعاملها زي بنته، وقال لها نصيحة مهمة جدا. قال لها مش عاوز نفسك تتكبر بعد ما تبقي اول كابتن طيار مصرية تتعلم الطيران، ما تعمليش زي ايميلي جونسون اللي اتكبرت على ابوها وامها بعد ما بقت طيار. والنصيحة دي بقت موجودة في دماغ لطفية النادي. وبعد اكتر من 60 ساعة تدريب في المدرسة اخدت رخصة طيران دولية رقم 34، يعني كان قبلها بس 33 راجل، وده كان 27 سبتمبر 1933. وطبعا الصحافة ما هتصدق على الخبر ده، راحت خدت صور ومعلومات عن لطفية النادي وبدأت ان هي تنشرها في الصحف بتاعتها. وابوها صحي كده من النوم الصبح بيشرب كوباية الشاي، لقى بنته موجودة على الجورنان ومكتوب اول كابتن طيار مصرية. ابوها زعل جدا منها وغضب غضب شديد، لكن هي حاولت ان هي تهديه. وبعد كده قالت له تعالى معايا المدرسة وشوف تعامل الناس معايا عامل ازاي. راح وشاف كل الناس بتبص لها ببصة احترام وبنظرة فخر، لان هي تاني كابتن طيار على العالم تاخد رخصة القيادة. وطلبت من ابوها ان هو يركب معاها الطيارة. وطبعا فكرة الطيران اساسا في الوقت ده كانت فكرة كبيرة اساسا. في بعض الناس كانوا شايفين ان هي عمل من اعمال الجن. فلما شاف بنته قد ايه شجاعة وهي بتركب الطيارة وخدته معاها، وبدأت رحلة من مطار الماظة للاهرامات وورته الاهرامات من فوق، شاف في بنته الفخر، وبقى من الرحلة دي من اكبر المشجعين ليها. زي ما احنا شفنا في الحلقة، الاب اللي كان رافض ان بنته تكون كابتن طيار، بس لما شاف ارادتها وشاف حماسها وشاف شجاعتها وهي بتركب الطيارة، مع ان في الوقت ده كان في رجالة كتير بتشوف ان الطيارة دي اساسا يعني عمل من اعمال الشيطان، شاف ان هي فعلا عايزة، شاف ان هي عندها ارادة، وكمان شاف احترام زمايلها ليها، زمايلها اللي كانوا شايفين ان هي بتشتغل وبتتدرب بس عشان تحقق حلمها. فهنا ادرك ان بنته دي يعني تعتبر فلتة، لازم ان هو يشجعها، وفعلا بقى هو من ابرز المشجعين ليها في مسيرتها المهنيه. يا ريت ما تنسوش تستنونا الجزء الثاني من حياه لطفيه النادي والمسابقات اللي هي هتخشها، ولما الملك يكلمها وهدى شعراوي وناس كتيره جدا. استنونا الجزء الثاني، ويا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم الحلقه الجديده.